ثانيه بس، لما احنا بنقول على الاهلي ان ده واقع، ده الاهلي اللي واقع، اللي المفروض مبتدي السيزون وحش. النادي الاهلي اللي 15 بونت وقريب منك وفي المركز الثالث ولاعب اقل منك مباراه، يعني لو كسب هو خلاص عداك ببونت. ده الاهلي اللي واقع. امال لو ما كانش واقع يا جماعه؟ يعني الاهلي اللي واقع 15 بونت مركز ثالث ولاعب اقل منك ماتش، وانت اللي المفروض كل الاحلام وكل الجماهير وكل الناس وكل الدنيا شايفه انك فايق، فايق من قبل الماتش فايق، وانت بتقول انك هتنزل تاكل الاهلي كده، انت فايق كده. انا بس عايز افهم حاجه، يعني الجماهير اللي هي معشمه نفسها قبل الماتش وقالت لك احنا هناكل الاهلي بناء على ايه؟ يعني قبل الماتش الزمالك 17 بونت، اهلي 12 بونت ولاعب اقل منك ماتش 12 بونت، واقع. عيد الجمله كذا، واقع. النادي الاهلي اللي هو بالظبط من اسبوعين ولا 10 من اسبوع ولا 10 ايام كنا بنقول ان سبحان الذي سخر لنا هذا، وبننزل باسانسير ونشوف جدول الترتيب، وانا واحد من الناس كنت حاسس ان كل دي خدعه. يعني مش حاسس، ده انا متاكد ان هي خدعه، متاكد. ده النادي الاهلي اللي واقع، اللي هو انت بتلعبه من غير بقى لا من غير زيزو ولا امام عاشور ولا قفشه ولا جراديشار. كل دول ما بيلعبوش. امال لو بيلعبوا في الدور الثاني انت هتاخد كام؟ 2-1 في مباراه هي المفروض اساسا في اول 8 دقائق هي تخلص. يعني من اول 8 دقائق الزمالك يكسب 2-0 يخرج الاهلي بره الماتش. عداية الدباغ كوره حاططها في الشناوي، وكوره ثانيه ناصر ماهر مش محتاجه حطها جنب العرض. فانت بناء على ايه؟ معلش، انت اول 8 انت بالظبط لعبت في الماتش كله 8 دقائق، 8 دقائق في الماتش كله. بعد كده انت عينك ما شافت الا النور. الاهلي حطك جوه ال 18 بلا مش في نص ملعبك، جوه ال 18. النادي الاهلي اللي وحش زنق الزمالك جوه ال 18. النادي الاهلي اللي بنقول عليه واقع زنق الزمالك. اخوان الفينا فين النهارده؟ يعني معلش، الناس اللي كانت طالعه ويا عيني عليك يا كوكا، ده كوكا حرفيا روح بيه، روح بيه. يعني كوكا روح بيه. فين بقى اخوان الفينا واللي الراجل مقعده الاخر دقيقه على السن يبقى في امل؟ مفيش اخوان الفينا، مفيش حد. عبد الله السعيد ضيع البيلين من هنا، خرج بره الماتش، اتحول. مش عبد الله السعيد. ناصر ماهر مش باين. عداية الدباغ اتصاب وطلع. احنا بندافع بس، احنا نازلين ندافع. هو تقريبا قال لهم انا هعمل زي كوبر، ادافع والعب على اخوان الفينا. اخوان الفينا اتقفش خلاص، مفيش. انت 90 دقيقه بتدافع بجد؟ يعني انت بعد ما دخل فيك الجونين برضو بتدافع، الاهلي حطك برضو، فانت هتهاجم امتى؟ الراجل ده المذيع والجماهير واللي قاعد بيتفرج ورا التلفزيون مستنيك تغير من ما بين الشوطين، انت بتغير في الدقيقه 70؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ معلش. حسين الشحات بيبوس الشنكار، اقسم بالله وانا شايفه بيبوس قلت بس هي دي تميمه الحظ بتاع العمل اللي عامله ان هو هيجيب بيه. هو قدام صبحي وانا كسبت. هو صبحي تقريبا مراهن ان هو اللي هيسجل فيه. هو محمد صبحي مراهن بكل قبض السنه كله اللي هيقبضه من الزمالك على حسين الشحات. حرفيا نزل ما كملش دقيقتين، جون ضربه جزاء، بنتائج ضربه جزاء ساذجه قوي. يعني انت واحده والحمد لله الحكم ما حسبهاش وجت في صدرك، الثانيه برضو انت مصمم. يعني انت متراهن انت ومحمد صبحي ولا ايه؟ طيب مش فاهم يعني. فتوح نازل طبعا مش هيعمل حاجه في 10 دقايق، حتى لو نازل في شوط يعني برضه هتلاقيه بيعمل كوارث. دفاع نادي الزمالك من اول الموسم اللي قلنا لا ده الزمالك مظبوط دفاعيا، في ماتش الاهلي في 5 دقائق دخل في جونين، وكان ممكن يدخل ثالث من عمر كمال، بس ده حرفيا بتاع انت معلمه اللي حطها بره خالص، ما ملوش علاقه بالكوره. عمر كمال اليو ديانج كلف الثلاث اربع لعيبه بقى هو وجو في نص الملعب، كلفتهم كده والله العظيم. اللي هو مش مهاري اصلا، مهمته بيقطع كور، لا كان بيلم وبيروح على الجول. ايه الزمالك ده؟ مين المدرب ده؟ المدرب ده يمشي من ماتش دجله، من ماتش دجله وهو مصمم على حاجه غريبه. الراجل شايف الزمالك مدعوك ومش عارف يطلع بالكوره. الراجل الزمالك مش عارف يعمل تمريرتين مش عارف يعملهم. ده بتتقطع منه ما بتكملش 5 ثواني في رجله، وتلاقي هوبا العرضيه اللي راحت للاهلي يقوم ماسك كوره وبيلعب عليها. مادي النحاس تفوق على يانيك فيريرا في كل حاجه، في كل حاجه حرفيا. الزمالك محتاج ايه؟ ده محتاج لعيبه كتير قوي والله، من رغم اللي هو جابه ده كله وهم مش سوبر. عمرو ناصر ما يقعدش، حرفيا عمرو ناصر ما يقعدش. يعني عداية الدباغ ما اعرفش اصابته هي ايه، بس لو مش هيلعب عمرو ناصر يلعب اساسي على اي حد. الراجل نزل في كورتين هيدر بيطلع بارتقاء وبيحطها وعارف هي رايحه فين. حرفيا مباراه مش للنسيان، مباراه للعدمان. يعني ما تفكرش فيها. اللي بيقول لك ما شفناش مباراه بالجمال ده، بجمال ايه؟ انت مزنوق. الاهلي اللي بيعمل فيك كل حاجه اكيد بالجمال للنادي الاهلي، مش لنادي الزمالك خالص يعني.